ونكمل معاكم في سلسلة الظواهر الغريبة. من الظواهر الغريبة اللي طالعة دلوقتي الأفلام اللي طالعة، الأفلام اللي احنا بنشوفها والمسلسلات اللي هو بيظهر واقع مش حقيقي خالص، واقع كده خيالي أو فوق الخيال بشوية. نبص نلاقي لسه في 2 متجوزين، حياتهم بدأت ازاي بقى؟ بدأت بقى ان هم عايشين بقى في فيلا فخمة جدا في كومباوندز، وعندهم سيارات، مش سيارة واحدة، آخر موديل، وما شاء الله صحاب شركات. يعني الشاب اللي لسه عنده 25 سنة ولا 27 سنة ما شاء الله يمتلك لوحده الكلام ده كله. الست سيدة أعمال والراجل بسم الله ما شاء الله رجل أعمال. كلام مختلف عن الواقع تماما. المشكلة مش في اللي بيصدروا الفيلم، المشكلة ان الشاب دلوقتي والبنت هي دي النظرة بتاعة الجواز، هي دي النظرة اللي موجودة. تلاقي البنت هي متخيلة ان الجواز هو ده، ان هيجي فارس الاحلام وهو هيعيشها في المستوى الفظيع ده، وان هي لازم ان هي تلبس البراندات، وان هي ما شاء الله تتغرق كده بالذهب، وهي دي حياتها، ويكون عندها الخدامين وعندها الطباخين والدنيا زي الفل. والولد شرحه هو المفروض ان هو يكون غني، عاوز يبقى يكون غني، فبالتالي هو مش مهتم بدراسته في الجامعه. هو بيفكر هو يجيب فلوس ازاي، انا هعمل مشروع، انا هعمل كذا. يعني تبص تلاقي ان هو هيبدا اتجاهه يبقى اتجاه تاني خالص غير دراسته، وشتت نفسه في انه عاوز يغتني باقرب وسيله ممكنه، اقرب وسيله واقرب طريقه. يعني ممكن يسرق عادي مفيش مشكله، ممكن يعمل حاجه غلط في مقابل ان هو يعني الطلعه الاولى، ممكن يعني يعمل حاجات كتير جدا ويتنازل عن حاجات كتير جدا في مقابل ان يحقق لنفسه الصوره اللي هو بيشوفها في الافلام والمسلسلات. فبالتالي انا ده بيظهر لي نظره غير واقعيه تماما عن اللي بيحصل. مثال كده الفيلم اللي هو نزل جديد ده اللي هو اسمه ايه يا ربي، نزل من فتره، اسمه السلم والتعبان، لعب عيال. اللي شاف الفيلم ده انا قعدت من اول الفيلم لاخره اضحك. الفيلم بيتكلم في قصه وماشي، يعني عجبتني ان في بعض الناس اللي متجوزه بيبقى في بينهم بعد فتره ملل، وان هم بيبقوا عايزين ان هم يجددوا روتين حياتهم، فبالتالي يعني بيتكلم في القصه دي. اللي عجبني بقى الاعلانات اللي محطوطه عشان الكومباوند اللي هم قاعدين بيصوروا فيه. يعني الفيلم كله عباره عن اعلان، وان هو بسم الله ما شاء الله يقدر يتنقل. يعني هو لما زهق من مراته ومن ولاده وعاوز ان هو يجدد حياته الزوجيه، وان هو يضيف لنفسه كده بهجه ويكسر الروتين، راح اتنقل من فيلا فخمه جدا هو عايش فيها هو وبيته ومراته وولاده لفيلا تاني افخم، وبدأ يعيش حياته ويغير في السيارات ويدلع نفسه. يعني تحس ان هو كلام مش منطقي. الشاب لما يشوف حاجه زي كده، انت فين اللي انت حطيته في الفيلم؟ فين القيمه؟ فين القيمه؟ الفيلم جميل، الفيلم ممكن يكون كوميدي. اللي انا شايفاه مجموعه من الصحاب بالبلدي كده تافهين، ومجموعه من الستات هم كلهم من طبقه معينه، كل واحده فيهم قاعده في فيلا، وكل واحده عندها مستوى اجتماعي عالي جدا واقتصادي عالي جدا، وهي دي الحياه. فبالتالي الشاب دلوقتي يعني فعلا بيحصل له تذبذب في الافكار بتاعته. مش هو ده اللي انا عاوزه، يعني مش هي دي العيشه اللي ترضيني، انا عاوزه ابقى زي اللي في الفيلم. فبالتالي بيوريني الشاب ان هو بدأ حياته كده. عارفه لو الفيلم بيتكلم مثلا على ان هو ابن واحد غني، وان باباه عمل له كذا كذا كذا، وهو هيبدا انه هو يشتغل ويعمل لنفسه مسيره، اقول ماشي. لكن الفيلم بدا في ان هو ده العادي. يعني بتكلم كده عن ناس معينه كده، هو ده العادي بقى، هو ده العادي في المستوى الاقتصادي اللي المفروض يبدا فيه اي شاب. وبالتالي الشباب مش عارفه تتجوز، والبنات برضو مش عارفه تتجوز. فدي برضو من الظواهر الغريبه اللي انا بستغربها بصراحه. وبتمنى ان الشاب والبنت يبقوا فاهمين ان ده تمثيل، ان ده مش حقيقي. بس كنت اتمنى ان الافلام تناقش القضايا بشكل ارقى واحسن من كده.